ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين الدكتور هيثم عارف في ألترا سكان، تحياتي لايف جديد ومجموعة حالات جميلة. و actually طبعا هقول لكم تتابعوا بوست الخميس الأسبوعي الإجابات الرائعة والجميلة. بس احنا كان معانا 4 حالات الأسبوع ده من بوست سبت وحد واثنين وتلات، وهي عايز ابتدي بالحالة دي. الصراحة اكتر حالة الاسبوع ده كانت رائعة وجميلة وفيها يعني داتا محترمة. وهي برضو الموضوع بتاع بوست الخميس الاسبوعي اهو. الحالة دي كان فيها intracranial hemorrhage، large subdural hematoma اهي، وعاملة ميد لاين شيفت. مع الميد لاين شيفت اظن ان فيه هيدروكيفلس، يعني الميد لاين شيفت اظن ان هو ده اللي عامل اكويداكتال ستينوزس. وبالتالي انت بتتكلمش في كلاسيك كيس اوف هيدروكيفلس. يعني طبعا ايه، حط في دماغك ان انا مش هنزل لك اكيد حاله هيدروكيفلس عاديه، بس اكيد فيها داتا تانية. فانت لو ركزت شويه هتلاقي اهو. عشان كده بوست الجمعه الخميس الاسبوع سوري البوست الاربع واللي هيبقى برضو بتاع الجمعه بيتكلم على الانتراكرينال هيموريدج، وازاي ان ممكن حاجه زي السب ديورال هيماتوما تعمل ماس افكت وتعمل ميد لاين شيفت وتعمل لنا المنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب بالمناسبة دي بقى اي هوب يعني ان احنا ننجوي البوست بتاع الاسبوع اهو. هتخش على كوميونتي وهتلاقي البوست الجميل بتاعنا اهو. هتخش على الفيسبوك، هو داخل على الفيسبوك اهو وشاف لنا طبعا هنا الالترا بوست. هتخش تلاقي اللينك اهي، وطبعا اجابات الدكتورة اميرة والدكتورة نور في منتهى الروعة والجمال. واخص بذكر برضو الدكتور محمد عاصم على جروب اليوتيوب. دكتورة نور كعادتها الابداعية الرائعة بتعمل لنا يعني الصراحة بترتب افكاري وبتعمل لنا اجابات رائعة في منتهى الجمال. يعني ما شاء الله عليها رقم 1 في ليبيا ان شاء الله، ما شاء الله عليها ممتازة. وبرضو اجابات الدكتورة اميرة الرائعة على الحالات الجميلة بتاعتنا، ودكتور محمد عاصم على جروب اليوتيوب، وطبعا دكتورة الاء من لبنان. منورين كلكم بتاعتنا. ادي حالة، تاني حالة من حالات الاسبوع. كانت حالة يعني انا الصراحة الحالة دي بالذات مش لاقي definite diagnosis either من ان هو maybe لوبر او الوبر هولوبروزن كيفالي، ده احتمال. شايزن كيفالي احتمال تاني. بارشل اجينيس الكوربس كالوزا مستبعده، لان انت ملاحظ ان في ديفكت موجود في النص. الديفكت ده انا هيجنني، مش لاقي له يعني ايه ديفينيت دايجنوزس. طبعا في الفالكس مش مكمل، فبالتالي بما ان الفالكس مش مكمل خلاص دماغك راحت ناحيه هولوبروزن كيفالي. ما هوش لوبر وما هوش سيمي لوبر، وبالتالي موصلي ممكن يبقى لوبر هولوبروزن كيفالي. ده الاحتمال والاحتمال التاني تشايزن كيفالي. هل هو ممكن يبقى بورين كيفاليك سيست؟ ممكن بورين كيفاليك سيست في الميد لاين وعامل المشكله دي. فده يعني دي طبعا الديفرنشال دايجنوزس كلها، وانا هسيبكم ان شاء الله يعني ايه بوست نيتال نستني الفول اب واقول لكم ان شاء الله طلعت ايه. طيب نكمل احبائي الكرام. تالت حاله من حالات الاسبوع، ايه حاله بقى يعني ايه فيها داتا محترمه قوي. اول داتا في هذه الحاله هناخد الداتا اهي. طبعا 2 فيسل في الليفل بتاع 3 فيسلز. خلاص عارفين ان انا هقول على طول تي جي اي اكيد. البلمونر اتريزيا يعني ليس لايكلي لان هي فيها في اس دي، ففي اس دي مع تي جي اي ده بيجي مع بعضه كتير. انت لو ملاحظ اقول في اس دي اظن واضح جدا، ففي اس دي وتي جي اي ده الموست لايكلي بالنسبه للهارت. تاني حاجه وتاني كومنت في البرين، عشان كده حالات البرين الاسبوع ده كانت رائعه جدا. ان احنا شايفين لما هنعدي كده شويه خلاص ده في اس دي وتي جي اي، فسيبك من الهارت خلاص انت عرفته. انا بقول لك بقى ايه ده، في حاجه موجوده في منتصف الايه او لا يعني واخده اهو. ده تشايزن كيفالي موصلي، لان ده ديفكت تريانجلر موجود. هل تشايزن كيفالي ديفكت موجود في البرين؟ وخد بالك ان الديفكت موجود على الناحيتين، فتشايزن كيفالي ممكن يبقى بايلاترال، بس طبعا الجزء اللي هو البروكسيمال مش باين قوي، عايز تستنى بايلاترال تشايزن كيفالي
بايلاترال، وكمان التي جي اي والفي اس دي. فطبعا الحالة كانت عايز تعمل ترمينيشن. قصة طبعا صعبة جدا للبرين وقصة للهارت. هقول لكم فول اب لو الحالة طبعا كملت، لان هي حاجة وعشرين اسبوع. هقول لكم تبقى الفول اب بتاعها ايه ان شاء الله. bilateral trisencephaly with TGA and VCD. اخر حالة ابداعية رائعة من حالات الدكتورة وردشان اللي عودتنا عليها دي. ترجعوا تشوفوا الاجابة السيستماتيك الجميلة بتاعت الدكتورة نور، اللي يعني ايه وصلت معانا في الاكزيال. طبعا في انتراباتيك بيلي راديكال دايليتيشن في الحالة مع سيست، والسيست مديه حاجه اسمها اكسكلاميشن مارك. وخد بالك من الاكسكلاميشن مارك في حالات اهي علامه الاكسكلاميشن مارك الجميله اللي هي باينه في الليفر والبيلياري سيستم. فاللي تقول لك ان ده عباره عن كوليدوكال سيست موسلي، كوليدوكال سيست وز انتراباتيك بيلياري راديكال دايليتيشن. فابداعات الدكتوره وردشان من الاردن يعني دايما مبدعة. عايز تاخد ديتيل للفحص او للرد بتاعه، شوف اجابة الدكتورة نور الجميلة من بوست الخميس الاسبوعي، هحيلك عليه عشان خاطر تعرف تجاوب حالة الدكتورة وردشان. انا حاسس ان اعمل جامعة عربية في السونار، يعني حالة من الاردن والاجابة من ليبيا. واشكركم شكرا جزيلا، واراكم على الف خير الاسبوع القادم في حالات جديدة. شكرا جزيلا.